أيها الحضور الكريم، بمناسبة هذه الذكرى الغالية على قلوب المغاربة بصفة عامة، نرفع أكفنا إلى الله العلي القدير بألسنة ضارعة وبقلوب خاشعة إلى الله العلي القدير بحق مولانا أمير المؤمنين، ونقول: اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع مولانا أمير المؤمنين. اللهم احرس بعينك التي لا تنام، واجعله في كنفك الذي لا يضام. اللهم امسحه بالصحة والعافية، اللهم انزل عليه نداء الصحة والعافية، واحرس بعينك التي لا تنام. اللهم احرس بالسبع المتان والقرآن العظيم. اللهم بارك في عمره وبارك في حياته وبارك له في ولي عهده الأمير الجليل ولي الحسن، وأنبته اللهم نباتا حسنا، واشد زوجته بشقيقه والرشيد، احفظه في سائر أسرته الشريفة، والتي ستشكل الدرع التنفيذي للسياسة العمومية في هذا المجال. وسيتم تكوين مؤسسة جديدة مهمة تجميع الصلاحيات المتفرقة، حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق إعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها. لدينا ارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين والتجاوب مع حاجياتها جديدة. لهذا الغرض وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي على أساس هيئتين رئيسيتين جزيرة بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن في ظروف يرثى لها من الذل والإهانة والحرمان من أبسط الحقوق. وهناك من يستغل قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي. لهؤلاء أقول: نحن لا نرفض ذلك، والمغرب كما يعرف الجميع وهي مسيرة سلمية وشعبية مكنت من استرجاع الصحراء المغربية وعززت ارتباط سكانها بالوطن الأم. ومن ذلك الوقت تمكن المغرب من تفسير واقع ملموس وحقيقة لا رجعة فيها قائمة على الحق والشرعية والالتزام والمسؤولية، ويتجلى ذلك من خلال أولا تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم وتعلقهم بمقدسات الوطن في إطار روابط البيعة القائمة على التاريخ بين سكان